تعالوا نعمل مع بعض احلى جاتوه في البيت بكوبايه دقيق واحده بس. عملت الصينيه والكب كيك ده. تعالوا نشوف عملناها ازاي. احلى جاتوه. مكونات الجاتوه شاتوه: اول حاجه خالص كوبايه دقيق، كوبايه صغيره من الكاكاو الخام. انا لقيت الكاكاو الخام عند الراجل مركز قوي فما عملتلهاش كوبايه كبيره. كوبايه سكر حبيبات عادي، كوبايه لبن دافي شرط اساسي يكون دافي، كوبايه الا ربع من الزيت، معلقه كبيره من الخل، بيضتين، كيس فانيليا، معلقه كبيره من البيكنج باودر. اول حاجه في الخلاط خالص، في الخلاط هضرب كوبايه السكر واخليها بودر. ضربت كوبايه السكر، هنزل بقى بالكاكاو وكوبايه الزيت وكوبايه اللبن الدافي. اللبن الدافي ده اللي هيخلي لون الكاكاو زي الشوكولاته. كوبايه الزيت، كوبايه الا ربع من الزيت، يبقى انا كده حطيت في الخلاط كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه كاكاو. هضربهم بقى في الخلاط. بصوا قبل ما اضربه اصلا الخليط عامل ازاي، نضربه بقى. بصوا الخليط بتاعي بقى عامل ازاي. هشيل بقى كوبايه من الصوص ده عشان ده اللي هيبقى الوش بتاع الجاتوه بتاعي. بصوا ما شاء الله تقيل ازاي. بس كفايه كده واحطه في التلاجة. طب هنعمل ايه في الخلاط دلوقتي؟ هنضيف بقى البيضتين، كيس فانيليا، فانيليا بالسكر عادي خالص، ومعلقه كبيره من الخل. وهضرب المكونات دي مع بعض. ضفت بقى الدقيق كده، كوبايه من الدقيق ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، واضربهم في الخلاط. ده كده شكل الخليط بتاعي. ننزل بيه بقى في الصينيه. بصوا خليط سايل ما شاء الله جميل قوي. انا حبيت المره دي، انا على طول بعمل لكم الجاتوه في الصواني اللي هي المربعات المستطيله ديت، فانا قلت المره دي بقى نعملها في صينيه كده مدوره ونقطعها بقى ايه مثلثات كده. بصوا بقى، قلت اعمل في الشكل الجميل ده بيخلي الكيك شكله حلو قوي. بصوا بقى كوبايه الدقيق ما شاء الله عملت لي الصينيه دي. صينيه وسط يعني مش صغيره. والطبق الصغير الجميل ده احطهم بقى في فرن مسخناه على 180، واحطه على 180. احط الكيك على درجه 180 في الفرن، وبعدين هوريكم النتيجه. هيقعد ربع ساعه تلت ساعه بالظبط. بصوا بقى قعدت تلت ساعه في الفرن بالظبط وخرجت بقى بالجمال ده. بصوا ديت كانت قليله خالص تحت. بصوا ما شاء الله جميله جدا. اسيبها بقى تبرد براحتها خالص، وبعد كده نبتدي بقى نحط عليها الصوص ونحطها في التلاجة، لان هي بتتقدم بارده. طبعا الجاتوه بيبقى ساقع احلى حاجه يعني، مينفعش يبقى سخن ونروح ناكله يوجع لنا بطننا. فهتبرد وبعد كده هزوقها معاكم. هنزل بقى بالصوص بعد ما بردت. بصوا الصوص حكايه حكايه. هنزل بقى على الكب كيك اللي انا عملتها ديت. بصوا الصوص تقيل ازاي، تحفه تحفه تحفه. وبيدخل تاني في التلاجة يعني، والكيك نفسه بيتقدم بارد بيبقى حلو قوي. دي كده الكب كيك اللي عملناها، وهنا دي بقى الصينيه. ده كده الجاتوه بعد ما حطيت عليه الصوص. فظيع. بصوا جماله. بصوا الكيكه مفرغه ازاي وهشه مش مكتومه. تحفه.